يا ساتر يا رب. لا مفيش حد في مصر ما اتشتمش خالص. طب انت كسبت وجبت جون تمام؟ نعم. لعيبه وسخه يا اولاد الوسخه، ورمي شماريخ في الارض، في ارض الاستاد. شفناها طبعا، دي شفناها كانت شكل ايه حلو القرف ده؟ ايه القرف ده؟ ايه الوساخه دي؟ ايه الاجرام ده؟ ده الفريق سيء. لا مظهر طبعا سيء للغايه. ولاعيبتك اللاعب بتاعك طالع هو المهاجم، ترمي عليه شماريخ هو المهاجم، ولعيبه وسخه. مين يلعب في الجو الزباله ده؟ وانا قلت قبل كده التراس يحف، هزيمه، قرف. احنا قلنا السيد وزير الشباب والرياضه المحترم، السيد وزير الداخليه المحترم، مهندس سامي ابو ريده المحترم، وانا ومهندس سامي محمود طاهر تحملنا المسؤوليه احنا الخمسه. نعم. تمام؟ نعم. لعوده الجماهير. وقلنا دي بروفه. لو نجحت نفس اللي حصل النهارده حصل في الاهلي امبارح، بس ما حدش بيتكلم. برضه الشماريخ وقله الادب. ما حدش بيتكلم. يا استاذ الفاضل، اسود يوم شفته في حياتي النهارده من هذا المليون جمهور. عندك كان مثلا 20,000 واحد محترم، تمام؟ محترم. وعندك 2000 بلطجي. سفاله وتجرمه وقله ادب. وبعدين النادي الليبي جاب جول، يا نهار اسود على الفرحه والشماريخ اللي انضربت. ايه ده؟ ده جمهور الزمالك؟ انا بقول لجمهور ده جمهور الزمالك فاهم فنيات واللعيبه اللي ما تستاهلش تلعب في الزمالك ولا تلعب في كده. ما انا عايز انا بتفق معاك يا محمد. لا بس يا استاذ اتفضل. دي كانت تجربه تحملنا مسؤوليتنا احنا الخمسه. تمام؟ انا بقول فشلت. انا ادخل 1000 عضو عامل في النادي في اتوبيسات او 2000 وما ادخلش 100,000 يخش لي 5000 عيل بلطجي الا ادبه. يا باشا بص، انا عايزك تكلم العميد صبري. حضرتك ممكن تكلمه؟ ايوه. مدير الاستاد. الناحيه اللي قاعدين فيها يا باشا مفيش كرسي سليم، مفيش كرسي سليم. الدغدغه واحنا كسبانين، يعني مش تكسروا بعد الماتش. لا اتكسروا وانت غالب 1-0. هو في كده يا استاذ مدحت؟ لا طبعا ده شيء طبعا سيء للغايه الحقيقه. اكلم الراجل، معلش الراجل محترم. اكلمه دلوقتي. الراجل وراني الكراسي. الكراسي لا وانتوا اللي هتدفعوا التكاليف، وانتوا اللي هتدفعوا التكاليف. يا باشا بتتكسر وانت كسبان. وبتترمي على عيرتك شواريخ وانت كسبان. وبتتشتم بعيرتك وانت كسبان. هو انا كنت بلعب في تل ابيب؟ طيب مرتضى بيه، انا بتفق معاك تماما فيما يتعلق بالجمهور. فيما يتعلق بالمباراه نفسها حابب اسمع تعليقك. والله بص، النادي اهلي طرابلس كان عنده توفيق النهارده. خذلنا لعيبه الزمالك، خذلونا يعني. لان احنا كنا معتمدين عندنا نتيجتين. اتحاد العاصمه وكسبت، كسب 4 وانت او 3 انا اسف 3-1 4-1 نعم. وانت ما قدرتش تحافظ على الجون بتاعك. تمام؟ انا مش عايز اتكلم على الجون العبيط اللي دخل في الشناوي والونش اللي هو ضرب الواد في رجله من غير مناسبه عشان ينفرد، واخد بالك، وده ضربه جزاء. لا في تقييم بقى، في تقييم قاسي. ليه؟ لانك خدت كل الامكانيات. انا عندي لعيبه في مدحت واخد اكتر من مستحقاتها على فكره. يعني لما بنيجي نعمل 25% لانهم واخدين اكتر من مستحقاتهم. انا شفنا النهارده الاخ مصطفى فتحي مش متسجل. حضرتك شفته طبعا. كان بعيد عن مستواه الحقيقه. والتاني بعيد عن مستواه. ولعبه تانيه بعيده عن مستواها. واخد بالك؟ فانا لما قلت قبل الماتش امبارح ان في على الاقل 10 لعيبه لازم تمشي، لا لازم نمشوا فعلا. مش مستوى الزمالك خلاص. 10 لاعبين. طبعا. هل في اسماء بتحضر حضرتك دلوقتي؟ هو في 5 خلاص. اللي هم مين بقى؟ ليوكا. ومصطفى فتحي. واسمه ده ستانلي. واسلام جمال. وجعفر. 5 دول خلاص. دول خلاص اوكي. هل في حد تاني يا مرتضى بيه؟ طبعا. في 12 هيمشوا خلاص. ان شاء الله 12 هيمشوا. وبعدين مش هنسيب مدرب يقيم، انا اللي هقيم. انا بتفرج على الماتش زي ما حضرتك بتتفرج، كلنا بنتفرج وشايفين اللعيبه عامله كوارث، عامله كوارث. وهي عارفه نفسها كوارث من اللي كانوا بيلعبوا النهارده. كوارث.
طب هل الخمسه التانيين اللي حضرتك بتتكلم عليهم تحضرك اسماء يا مرتضى بيه؟ طبعا عارفهم طبعا. طب يا ريت لو حضرتك تقول لنا بعض منهم او كلهم. لا يعني مثلا علي فتحي ده مصاب من اول يوم. علي فتحي ده ده اوكي ده ممكن يقعد. يعني خلاص انتوا ما استفدتوش منه الحقيقه. يعني خلاص خد بالك. واحد من الباكات اليمين طبعا. واحد من الباكات اليمين، انت عندك حسني فتحي وعندك واسامه ابراهيم. اسامه. وسط الملعب هل في حد هتستغنى عنه؟ واحد من بتوع في طبعا في نص الملعب واحد، في نص الملعب واحد. قدام نص الملعب في 3 هيمشي. قدام وسط الملعب في 3، في محمد ابراهيم موجود، في ايمن حفني، في شيكابالا طبعا، في احمد رفعت. هل في حد من الاسماء دي؟ في محمد مسعد. يعني بالتاكيد حد من الاسماء دي هيمشي. من الاسماء اللي انا قلتها دي. طبعا. طب بالنسبه لرؤوس الحربه هل في تغييرات غير ميته؟ اصل انا بس انا خلاص جبنا 2 رؤوس حربه خلاص. جبت 2 رؤوس حربه اللي هم كاتونجو واشنبرون، وعندك باسم مرسي وعندك باولو. هتستغنى عن حد من دول؟ لا الاثنين موجودين. الاثنين موجودين. تمام. بس مين بقى ده رقم واحد بقى الملعب اللي هيقول. بعد الاثنين دول انضموا. مش مين ده رقم واحد ومين رقم 4. ده الكوتش بقى اللي هيبقى. طيب بالنسبه لإناسيو يا مرتضى بيه، يعني حضرتك قعدت معاه. انا سامعك في الاذاعه، بس انا سامعك في الاذاعه وانت بتنصح اخونا ايهاب جلال. فانا في الراديو النهارده بالظبط. سامعك. ايوه. هو احنا بنعذب المدربين عندنا يا كابتن نفر. لا بس انا وجهه نظري يا مرتضى بيه ان في نوعيه من المدربين جوها مش هيمشي، لان انا عارف شخصيه ايهاب جلال. الاول اقسم بالله لا حد كلم ايهاب لا تليفونيا ولا مباشره. فعلا انا بقول انا اقسم لك بالله انا بخاف انا. امال ايه حكايه 500,000 جنيه و300,000 جنيه والكلام ده؟ اقسم بالله العظيم ولا حد قال 500 ولا 200 ولا 300 لانه ما حصلش اصلا جلسات. امال الكلام ده كله جاي منين يا مرتضى بيه؟ كله كلام هاكس. يعني وسطاء بيتكلموا ولا هو بيتكلم ولا ايه؟ يا باشا كل الكلام ده هاكس. انا بس عايز اقول لإيهاب جلال حاجه. لو انت انا اسف يعني ايهاب جلال ده مدرب محترم. نعم. وقدير. وانا كلمته ايام محمد حلمي يمشي من جلسه. تمام؟ انا اللي خدت. كلمته وقت محمد حلمي. بالظبط كده. اصل حضرتك قلت لي وقتها ما كلمتوش. لا كلمته. اوكي. كلمته. كويس. انا كلمته قلت له عندك استعداد؟ قال لي انا عندي نهايه الموسم خلاص. بس ده الحوار كده يعني استعداد نهايه الموسم خلاص. اسالنا. ايوه. راجل ملتزم بعقده. نعم. تمام. انا بقول لك ايهاب من احسن المدربين المصريين. كويس. يا حسام، يا حلمي طوال، يا فريد جعفر، يا حسن شحاته، يا طارق يحيى، خلينا كوكب زي ميدو، خلينا كوكب من المدربين الممتازين. نعم. في مقدمته ايهاب. خلاص؟ كويس. لكن اذا كان وكيل ايهاب بيلاعب محمد عبد السلام، انا كلامي واضح. وبيلاعب نادي المقاصة بنادي الزمالك، بقول له احترم نفسك، نادي الزمالك اكبر من ان يكون كوبري عشان تفرض شروطك على نادي المقاصة. اوكي، ده الوكيل بتاع ايهاب. نعم. الوكيل بتاع ايهاب حاج الرساله بس الرساله بتاعته وصلت ايه؟ وصلت تمام ايه؟ قول تاني. ايهاب من احسن المدربين المصريين. ودي على كده باقل الامكانيات الراجل الثاني في الدوري. صحيح. لكن لا حد كلمه ولا اتفق معاه ولا شروط ولا 500 ولا 300. قول تاني. والكلام ده انا قلت للاخ عمرو اللي هو معاه في التسويق في المقاصة في عمرو مصطفى. تمام. اساله كده قول له مرتضى لما كلمك مش قال لك اللعبه اللي بتتعمل دلوقتي عشان ايهاب يفرض شروطه على نادي المقاصة الزمالك اكبر انه يكون كوبري فيها؟ ايهاب اللي بيعملها مرتضى بيه ولا وكيله؟ لا ايهاب مع شخصيه محترمه. انا شايف كده. شخصيه محترمه. لكن واضح. قول تاني. طبعا ايهاب يشرف كلام واضح. لكن حضرتك ما فكرتش فيه المره دي. يا باشا انا افكر فيه ازاي وهو عنده دلوقتي عنده نادي يعني على نهايه الموسم، يعني ما بدأت الموسم الجديد. يا بيه بقول لك تاني ايهاب يشرف اي نادي انه يدربه. لكن ما طلبتوش حضرتك. طيب نروح لإناسيو بقى، مصيره ايه يا مرتضى بيه؟ والله إناسيو انا قعدت معاه من 4 ايام.
كويس. عملنا جلسه كانت جلسه خاصه جدا. كان هو والمساعد بتاعه الاول من غير مترجم، يعني هو نفسه قال بلاش المترجم. كويس. تمام. انا قلت له ملاحظات بلاش المترجم، امال مين يتفاهم معاه؟ يقول لك جاب هو معاه اللي بيتكلم انجليزي اوكي يترجم له بالبرتغالي. كويس. اوكي. تمام. هو مؤدب جدا ومحترم جدا، واخد بالك؟ لكن هو مسؤول عن جزء واللعيبه مسؤول عن جزء اخر. انا قلت قبل كده المدرب يوصل فريق اللعيبه بتاع المهاجمين بتاعت الفراوده الى منطقه جزاء الخصم 5-6 مرات يبقى مدرب ناجح. مش هو اللي هيجيب الجول. لا مش هو اللي هيجيب الجول. تمام. وده احنا شفناه في بطوله افريقيا المنتصف اللي فاتت في الدوري. لا اللاعب هو الجول وتعيين الشمال وقعد استهتار. تمام. فانا قلت له ملاحظاتي على بعض اللعيبه. قلت له ملاحظاتي على ايه؟ بعض اللعيبه. كويس. من خلال ذاتي وملاحظاتي عليه هو. خليني فيه هو دلوقتي. قلت له يا كابتن من فضلك انت اول ما جيت قلت لك خلي واحد مصري معاك قديم مش هلاعب غني. طب ما محمد صلاح كان موجود يا مرتضى بيحك مشيته. لا هو اللي قال على جثتي. هو ايناسيو اللي ليه؟ على جثتي. ايه السبب؟ ثانية واحدة هقول لك دلوقتي. انا لما بقول له لما جه المرة دي قلت له انا عايز اعرف هو انت تعرف محمد صلاح مين عشان عايز تقول لي على جثتي. فطلع باتشيكو اللي هرب. واخد بالك؟ هو اللي مديله الخريطة. قال له جزء كبير من تمشية المدرب لما بيكون محمد صلاح موجود لانه بيبقى احتياطي بيه يعني بيركب على طول بيكمل. تمام. فبلاش محمد صلاح. وخد على عبد الغني على عبد الغني علاش يعني لا بيهش ولا بيمس وغلبان وتوقع ايدك. قلت له مش قلت لك خد محمد صلاح او اشرف قاسم او سامي الشيشيني. اسماء محترمه. الغريب دايما اعمى. اولا هيأثروا عليك المسافه 50-60%. تمام. انت النهارده هقول لك اللاعب ده الامكانيات المدنيه النفسيه العقليه العصبيه في فريقك وفرقه ثانيه. نعم. انت قلت لي لا فبتتحمل المسؤوليه. لان كل ما حد يكلمك تقول انا لسه بجرب واكتشف. تمام. ادي واحد. اثنين انت اول ما جيت قلت عايز اشيل الراجل المدرب اللياقه البدنيه اللي كان موجود. عايز اجيب واحد لا اللياقه البدنيه ده احسن مدرب لياقه بدنيه في نادي الزمالك. فانا قلت لك انا بقول له قبل له قبل كده خليه معاك انت عايز حتى لو تجيب واحد يساعدك خلي الاثنين احنا عندنا 30 لاعب. قلت له اللياقه البدنيه بتاع العيال بيجوا في الاخر بيسحروا. شفت انت بنفسك شوقي السعيد في اخر ماتش بس عمل ايه؟ وعلى وشه على الشغل. انا بقول دي لياقه بدنيه. تمام؟ رفض. في لعيبه انت هتعمل ايه مناسب ايمن حسني واللعيبه اللي هو خلص عليها دي في الاول يعني. تمام. فارجع اللي عايز الرد بعد الماتش بتاع اتحاد اسكندريه واهلي تمام؟ عايز بقى حضرتك تقعد اهلا وسهلا. انا ما بفتحش عقود مع حد. لان عندك شرط جزائي كبير. حضرتك عايز تمشي انت قول انا عايز امشي هو عنده عليه وعليا على فكره. تمام؟ وبالتالي هو عمره ما هيطلب انه يمشي تالي. قلت له بس اوريك حاسس نيتي انا قلت له شهر مقدم بكره يجي لك الشهر في الصندوق بتاعك عشان احنا نادي محترم ما نلتزم. بصرف النظر عن نتيجه الماتش بكره وفعلا راح له مرتبه هو الجهاز كله. تمام. انت بقى استنى طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ ايوه بالظبط. مش كده؟ لاول مره في التاريخ النهارده ارى يعني دايما لما كان يحصل اي اخفاق يقول لك رئيس النادي المنتظم. تمام. النهارده الدكتور عبد المنعم عماره بيقول لك بلاش تكاسات مستشار يتدخل. محمود معروف النهارده كاتب مقاله لانه سافر كان في البعثه العالميه من فضلك اتدخل. تمام. انا برضه بفكر الناس. هريرة لما طلع وهرب قال لك عرفت عشان مرتضى منصور كان بيتدخل في الشغل. تمام. خدنا ايه؟ خدنا دوري وكاس. انت كل قال لك ما بيتدخلش
ما بناخدش حاجه. انا رايي بقى رئيس النادي، رئيس المركب، رئيس المركب من حقه الواجب عليه انه من حين لاخر ينور اللمبه الحمراء. لان احنا كلنا في مركب، في قبطان اللي هو المدير الفني، في رئيس المركب كله اللي هو انا. تمام. انا لما اشوف لاعب متخاذل ماتش واثنين وثلاثه واربعه وعشره والمدير الفني يقول لي لا خليه يلعبه، لا. جماهير النادي ده بالملايين، واصغر واحد في المحترمين طبعا، واصغر واحد في الجمهور المحترم دايما اصغر واحد يفهم كوره احسن مننا كلنا. تمام. ومين على كده المداخلات اللي بتعمل معاك انت بقى كل القنوات الفضائيه، واخد بالك؟ يقعد يقول لك فلان يلعب وفلان ما يلعبش، هو المفروض يمين، مش بيقول لك كده؟ صحيح. تمام؟ صحيح. خلاص موضوع الكوره ده ماشي كيمياء. فان شاء الله باذن الله هنقعد بكره ونتناقش مع ايناسيو. خلاص مع ايناسيو. طبعا. في لعيبه مكتوب اسمائها من اول امبارح انها لا تصلح، اللي حضرتك قلتهم. نعم، اللي انت قلتهم وثبتت النهارده انها لا تصلح